يلا بقى النهارده هنعمل مع بعض التشيكن ستريبس باسهل وابسط طريقه من غير اي تعقيد خالص، وطعمها هيطلع زي المحلات بالظبط. والاطفال والكبار بيحبوها جدا جدا. لو عملتوها وعملتوا البانيه جنبها هتلاقوا الاطفال جريت عليها وسابوا البانيه خالص. تقدروا تعملوها وتاكلوها مع مكرونه او تحطوها في سندوتشات وتبقى سندوتشات جاهزه زي اللي بنجيبها من بره. وكمان تقدروا تستخدموها في الكريب وفي البيتزا. ليها الف استخدام وطعمها حلو جدا وكلنا بنحبها. بس قبل ما نبتدي، لو اول مره تشوفوني انا نسرين، متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بعملها. متنسوش تشوفوا باقي الفيديوهات اللي عملناها مع بعض قبل كده. يلا بينا نبتدي الطريقه. دي معانا بانيه عاديه جدا كانت عندي، قسمتها 2 أو 3. لو كانت كبيره قوي قسمتها 3 أو 2 بحيث تبقى صوابع كده. يعني هي كانت متقطعه تقطيعه البانيه الرفيعه. تقدروا انتوا بقى لو عندكم الصدور اللي هي ما بتبقاش متقطعه تقطعوها اتخن لو انتوا عايزين. بس قطعناها 2 أو 3 كده وغسلتها. وهنعمل التتبيله دلوقتي. هنحتاج 5 معالق دقيق يبقوا كبار مليانين كده، 4. ادي ال5 اهو. كمان هنحتاج معاها معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار يكونوا مليانين برضو. بيكنج باودر هناخد منها ربع معلقه صغيره، حاجه كده خفيفه قوي. ناخد نص كيس مرقه دجاج، نص بس، حاجه بسيطه برضو لان هنحط ملح. معلقه صغيره ملح، رشه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، يعني قد كده معلقه صغيره. وطبعا البهارات اختيار، يعني ممكن لو حاجه مش موجوده نستغنى عنها، ممكن نعملها بملح وفلفل بس عادي. بس كيس شوربه الماجي بيديها بصراحه طعم حلو قوي. هنحط بقى عليهم ميه بحيث تبقى عجينه، بس عجينه ماسكه نفسها، ونقلب. ممكن بقى تدوقوها وتشوفوا بقى لو ناقصها ملح تزودوا كده يعني. هي طعمها كده حلو اهي. عملنا العجينه كده، شايفين عجينه ايه ماسكه نفسها كده. نجيب بقى الفراخ وننزلها عليها. هنقلبها بقى ونسيبها في التتبيله من ساعتين كده، 3 4 براحتنا، لحد تاني يوم عادي. انا هسيبها ساعتين 3 وهعملها. دلوقتي بقى هنعمل التغطيه اللي هنغطي بيها الفراخ عشان ننزلها في الزيت. هنحتاج كوبايه الا ربع دقيق. هنحط عليهم برضو التوابل اللي حطيناها قبل كده، بصل باودر وتوم باودر ورشه ملح ورشه فلفل. وكمان هزود عليهم ده اختياري بقى، ده اللي هو البقسماط الكريسبي عشان يديله قرمشه اكتر. لو مش موجود خلاص مش مهم. بصوا بيبقى عامل كده، يبقى مطحون خشن. بس بيبقى حلو قوي. لو ده بقى مش متوفر ممكن نزود الدقيق كمان كوبايه، يبقى كوبايه دقيق للخطوه دي. بس هو ده بقى اللي احنا هنحمر فيه البانيه. انا هنا بقى كنت بعمل جنبها مكرونه سباكيتي، فهي عملتها بالطريقه دي كلها في حله واحده. بجد الطريقه دي من ساعه ما عرفتها وانا بعملها على طول، حلوه جدا واحلى واطعم كتير قوي من المكرونه بالطريقه التقليديه. لو مشفتوش الطريقه خشوا شوفوها على القناه، عملتها كتير قوي معاكم. يعني في خلال 10 دقايق بتكون كلها خلصت وفي حله واحده من غير اي تعب. بجد شوفوها تعجبكم قوي. كده بقى بعد ما عدى ساعتين 3 على الفراخ اهي، هناخدها نحطها في الخلطه اللي عملناها دي. كده بقى شايفين شكلها اهو، حلوه قوي قوي قوي.
نغطي بقى الفراخ كويس، كل الكميه كويس، ما ندوسش قوي يعني اهو. اهي هنعمل كل الكميه وارجع لكم. نحطها بقى في الزيت، يبقى زيت سخن على نار متوسطه. شايفين بقى دي الكميه اللي خرجت، صدقوني ده غير اللي اتاكل، كل ده من نص كيلو بانيه بس، وطعمها تحفه، قرمشه جدا، بصوا تحفه، حلوه جدا جدا جدا. بصوا طعمها خطير خطير، والولاد بيفرحوا بيها قوي، يعني بتبقى تغيير عن البانيه، حلوه. انا بقى قدمتها مع مكرونه، بجد حلوه جدا، لازم تجربوها. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه، وبألف هنا عليكم.